مواجهة نارية بين البحرين وعمان في نصف نهائي خليجي 25. تتجه الأنظار غدا الاثنين نحو ملعب الميناء الذي سيحتضن لقاء ناري بين البحرين وعمان في نصف نهائي كأس الخليج خليجي 25 في البطولة المقامة حاليا في البصرة العراقية. ويتأهل الفائز من لقاء البحرين وعمان إلى النهائي ليضرب موعدا مع الفائز من اللقاء الأخير الذي يجمع العراق صاحب الضيافة ضد قطر. وستكون مواجهة البحرين وعمان نارية من الجانبين في ظل رغبة حامل اللقب بالمحافظة على اللقب الذي حققه النسخة الماضية في قطر للمرة الأولى في تاريخ الكرة البحرينية، فيما يستهدف عمان إقصاء حامل اللقب والتأهل إلى النهائي. وتأهل المنتخب البحريني إلى نصف النهائي بعد صدارته للمجموعة الثانية برصيد 7 نقاط بفوزين على الإمارات وقطر وتعادل مع الكويت. في المقابل احتلت عمان المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط بفوزين على اليمن والسعودية وتعادل مع العراق. ويمتلك البرتغالي مدرب البحرين العديد من العناصر المتميزة التي قدمت مستويات بارزة في الجولات الماضية، أبرزهم الحارس محمد السيد جعفر ومهدي حميدان وكميل الأسود وعبد الله يوسف وضياء سعيد ووليد الحيام وغيرهم. ويأمل المدرب البحريني الاستفادة من إمكانيات لاعبته العالمية والتأهل إلى النهائي. في الجهة المقابلة يسعى برانكو فرنتشير مدرب عمان وراء الفوز الذي يضع السلاطين في المواجهة النهائية. ويعول برانكو عن إمكانيات مجموعة جيدة من اللاعبين مثل أحمد العدوي والمنذر العلوي وزاهر الأغبري ومصعب المعميري ومعتز صالح عبد ربه وأمجد الحارسي وصلاح اليحيائي، إضافة إلى فائز الرشيدي وإبراهيم المخيني وغيرهم. المواجهة من المؤكد ستكون قوية بين الجانبين في ظل الأوراق المكشوفة بين الفريقين. واختارت اللجنة الفنية لبطولة خليجي 25 مهاجم المنتخب العراقي أيمن حسين كأفضل لاعب في مباراة أسود الرافدين مع شقيقه القطري 2-1 مساء اليوم الاثنين. وتأهل العراق إلى المباراة النهائية من البطولة المقامة حاليا بالبصرة على أن يصطدم الفائز في مواجهة البحرين وعمان.